هذا هو الدينار العراقي، وهذا أصغر ميكروفون موجود بالسوق. وأخيرا وصل هوليلاند لارك M2، هذا الميكروفون اللي كلنا كنا ننتظره، اللي هو أصغر ميكروفون وايرلس موجود لصناع المحتوى. خلينا نشوف شنو بيه. هذا الميكروفون يجيب كيس اللي هو عبارة عن بطارية وميكروفونات اثنين ورسيفر واحد اللي يتشكل بأي كاميرا، يعني تربطه بأي كاميرا DSLR أو يعني أي شيء بيه منفذ الأوكس. والشغله الحلوه اللي بيه انه يجي برسيفرات اثنين اضافيه، واحد بمنفذ USB-C وواحد باللايتنج، يعني تربط الايفون وتقدر تربط اي تليفون اندرويد او الايفون الجديد. ويجي وياه هذا السلسال او هاي القلاده او شو تسموها انتم تسموها، اللي تقدر تثبت بيها الميكروفون، يعني اذا ما تريد تستعمل المغناطيس اللي بيه او الكليب اللي بيه تقدر تلبسه بهاي الطريقه وتصور. واكيد لازم تجرب الميكروفون هذا. الصوت اللي هسه سامعيه هو هذا من اللارك M2. طبعا الحجم كلش صغير، يا دوب يبين بالكاميرا، بس اسمع نقاوة الصوت وجودة الصوت. انت اسمع واحكم شنو رايكم بهذا الميكروفون. طبعا الشيء المهم اللي موجود بهذا الريسيفر الصغير انه تقدر تربطه بالايفون وتشحن بنفس الوقت انت وتصور، يعني لما تصور هم يستقبل الصوت وهم تشحن التليفون عن طريق منفذ USB-C. تخيل انه هذا الميكروفون بحجم الدينار العراقي، الله يذكرهم بالخير، ايام قبل كانوا يستعملون هذين العملات. وهذا كان هو اللارك M2. طبعا الفيديو القادم راح نطلع برا نجربه ونشوف جودة الصوت بالطبيعة وبالحقيقة. في مال الله. بالمغلوب لابسه. شنو؟ شو السالفة؟ الو 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 الو